إلى راشد وشاه سعود. الحمد لله نحمده ونصلي على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه المراسلة من إسرار الرحمن إلى أبنائه سيد راشد علي وسيد شاه سعود، وأفشى السلام المسنون عليهما وعلى أزواجهما وعلى الأزهار حديقاتهما وعلى عمها وعلى خالاتهما وعماتهما وعلى أخلائهما وأقربائهما، خصوصا على شيخ الراشد علي الرشيد الوحيد في علوم الدين المتين والقرآن المبين مولانا سعيد الحق سلمه الله الحق، وعلى أخي المحترم محمد طيب الله رحمه الله. أقول إني رجل ضعيف نحيف، وما أنا عفيف لفيف من الخطأ والنسيان ومن الذل والوسواس النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فأرجو المغفرة المنان والعفو من الرحمن. فعزمت أن أذهب إلى الحرمين العظيمين المباركين الشريفين لأسجد سجدة الندامة والعبودية بأرض الحرمين الشريفين مع حفيدي سيد شهير علي شاه ابن أخيك المجاهد اسمه حامد، وأطمع المغفرة من الله وأرجو شفقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين. وأنا محتاج لدعائك ودعاء أخواتك ودعاء إخوانك ودعاء إخوتك الحمامة الحرمين والسلام. قد فاز مع حفيده أبوكما إسرار الرحمن بحصول التأشيرة من السفارة السعودية الرقمية لعمرته بفضل الله وكرمه ورحمته على هذا العاصي قليل العلم وقصير العمل، والله يهدي من يشاء إلى سبيل الرشد ويرحم ويعفي عن عباده المخلصين. هو ربي عطاني الزاد والراحلة وعزني وطلبني إلى الحرمين الشريفين بطلبي وبدعاء أبي وأمي رأيتهما في منامي، ودعاء أمكم المرأة الصالحة وأبوها العالم المتقي يعني جدكما، وأشكر وأحمد الله تعالى وأعترف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي وآقائي صلى الله عليه وسلم، وليس بعده نبي ولا رسول، وهو أرحم علي وعلى سائر المؤمنين. واعلم أن الفوز في اتباع الدين الإسلام وخدمة خلقه هو يعطي مالا وعزة وأولادا صالحا لمن شاء، وإني أنا محتاج لدعائك والسلام. إسرار الرحمن.